انا كنت حاسه انه متغير. انا كنت حاسه، ما انا عارفاه وانا عارفاه يعني اول امبارح بقى كده يا امجد. وعرفتها بقى امتى وفين وكنتوا بتعملوا ايه في الشركه دي. ماشي. لا لا لا، انا الدكتوره قالت لي لازم اهدى واتنفس. شهيق زفير، شهيق زفير. هو ما كانش بيعمل حاجه، اكيد دي واحده عاديه ممكن يقابلها صدفه، بس هيكذب ليه؟ بيكذب يعني بيخوني، بيكذب يعني بيخوني، بيكذب يعني بيخوني. اكيد. يبقى انا فتش في حاجاته زي ما ماما كانت بتفتش في حاجات بابا. مفيش حاجة، مفيش حاجة. ايوه يا دينا، ايوه يا دينا، انا مش عارفه اتصرف، مش عارفه اعمل ايه. اعمل ايه؟ فتشت يا ستي في حاجاته، فتشت في كل حاجاته مش لاقي حاجه، ودورت في السوشيال ميديا كلها. اخر بوست منزله من زمان جدا. اعمل انا ايه دلوقتي؟ شغلي مخك. طب تمام، انا هواجهه. ايه القمر ده بس؟ قمر صاحي من النوم. انت صحتني ليه؟ انا ما صدقت نمت. اقعدي بس، نفسكيش كده نقعد نتفرج على فيلم زي زمان لوحدنا كده ونسهر للصبح؟ انا بقى رايق النهارده وعايز اسهر معاكي للصبح. انت كويس؟ انا بقى كويس لو ده عجبك. الله، ده حلو قوي. ده عشاني؟ طبعا. عجبك؟ ده تحفه. هيبقى احلى في ايديك. حلو قوي. يلا دوري لنا بقى على فيلم رومانسي كده نتفرج عليه. انا اجيب شويه ايس كريم وشويه كاجو ولزوم القعده. ماشي؟ ماشي. جاريه. وماله ده؟ أمجد مش بيخوني، أنا اتأكدت. تلاقيها يعني واحدة كده كان يعرفها زمان ولا شافها صدفة ولا أي حاجة، ويعني مرضاش يقولي علشان ما يزعلنيش. المهم أنا قلت أطمنك، وبكرة هكلمك بقى. باي يا حبيبتي. طيب هي ما قالتش هي عايزانا في ايه بالظبط؟ لا، بس نهلة عمرها ما طلبت مننا حاجة، فإنها تطلب تشوفنا كلنا مع بعض بالطريقة دي أكيد بقى في حاجة، ربنا يستر. لا، وفي الفترة الأخيرة كل ما أقولها تنزل تقابلني ما ترضاش وتقول لي أمجد يزعل. انا تقريبا عارفه هي عايزانا في ايه. يا رب ما يطلع اللي في بالي. ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ أمجد بيخوني، وقبل ما حد فيكم يشكك في كلامي أنا متأكدة. جالي صورة ليه هو وواحدة قاعدين في عربيته وماسكين إيد بعض كده أهو. مين دي اللي معاه في الصوره؟ معرفش، مش باين من الصورة غير إيديها. طب وتفتكري العلاقة واصلة بينهم لفين؟
ما هو انا ما اعرفش العلاقه بينهم واصله لفين، لان مش باين منها غير ايديها. خلاص يبقى تواجهيه وما تسيبوش غير لما يعترف. لا طبعا تواجهه ده ايه؟ انت عايزاه يطلع لها بمليون حجه، ده ممكن يقول لها الصوره متفبركه. نهله لازم تمسك دليل قوي الاول. طب هو شكلها مش باين في الصورة دي من امتى؟ اي حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله، مش باين من الصوره غير ايديهم. تكون دي اللي كانت معاه في مكتب العقارات؟ انا ما اعرفش انا ما اعرفش اي حاجه يا جماعه. انا جاي لكم عشان تقولوا لي اعمل ايه، مش عشان تنزلوا عليا ب 100 سؤال كاني في تحقيق. انا يا جماعه من امبارح مش عارفه انام ولا عارفه اتصرف ولا عارفه اعمل اي حاجه، قولوا لي حل. بصي، هو اللي بعت لك الصوره عنده الاجابات لكل الاسئله دي. اكونت فيك. حاولت اعرف اي حاجه، ما عرفتش اي حاجه من الاكونت ده، دورت في كل حته. خلاص احنا نجيب حد يهاك الاكونت ده، ومن الايميل هنعرف صاحبه. يا اختي لسه هنروح لهاكر ويهاك الاكونت ونلاقي صاحب الاكونت ونروح لصاحب الاكونت ونقول له شغلانه طويله. امال هنعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، وانا يعني رايي انه للاسف ما فيش غير هاله. ما هي الوحيده اللي هتعرف تجيب لنا قرار الموضوع ده. نهله، يعني ينفع اللي انت بتعمليه ده؟ انا عمال اكلمك طول اليوم ما بترديش عليا، في الاخر تبعتي لي مسج. معلش يا حبيبي، اصل كنت مشغوله قوي النهارده، شويه مع ليلى وشويه مع اصحابي. يبقى رجعت تقابلي اصحابك بتوع البكر تاني. في مشكله؟ لا يا ستي مفيش مشكله، بس بكلمك عايز اطمن عليك، رد عليا، عايز اعرف يومك عامل ازاي، حلو ووحش. ها يومك كان عامل ازاي؟ حلو قوي. وانت بقى احكي لي عنك، عملت ايه في الشغل النهارده؟ يوم عادي ممل جدا. انا نفسي امشي من بدري بس معرفتش، ضغط شغل رهيب. والنهارده بقى بالذات كنت هموت واكل من ايدك. انا اكتشفت ان انا اتعودت على اكلك زي ما كنت متعود على اكل ماما الله يرحمها. يبقى هقوم اعمل لك العشاء. لا، ما انا برضو اضطريت ان انا اتعشى بره. طيب احسن. تسلم ايدك يا حبيبتي. طيبه قوي يا نهله. ما انا عرفت. طبعا يا حبيبي انت تعبان قوي من الشغل دلوقتي، واكيد عايز تطلع تريح، صح؟ والله انا لو عليا مش عايز اروح الشغل تاني، بس هنعمل ايه؟ معلش يا حبيبي، معلش. أمجد؟ إيه ده؟ طب ما ده سره مع أخته، فين هانيا؟ ايه الذكاء ده؟ ما انتي قلتي اخته، اكيد هتداري عليه. لا بصراحة ما اعتقدش يا نهلة، يعني من معاشرتي لهانيا كده بحس انها شخص فير جدا، فما اعتقدش انها تعمل كده. بقول لك ايه، لا فير بقى ولا مش فير، انا مش عايزاها تعرف حاجه عن الموضوع ده، تمام؟ طيب يا ستي ماشي. دي الصوره اللي جات لي، وبعد اذنكم بلاش اي اسئله بديهيه، انا ما اعرفش اي حاجه غير الصوره. بصي في الصور، عامله له لايك على صورة. بصي في الفريندز عنده. هو في واحده اسمها ساره سالم، بس انا مش عارفه هي دي ولا لا. وريه. هاتي نوريها. استني بص. استني هاتي نوريها، اتفضلي. مش دي الشنطة اللي في الصورة؟ لا لا لا، على فكرة ده مصنع، يعني بيعمل شنط كتير جدا، أكيد مش عامل شنطة واحدة بس. وحياة ابوكي اتأكدي لحسن الموضوع ده هيترتب عليه حاجات كتير، مش عايزين نعك. طب بصي بقى، أولا هي آخر مرة كانت في مصر ما قالتش بعدها إنها مسافرة. ده معناه إيه؟ إنها لسه موجودة في مصر. صح. وايه تاني؟ قولي كمان. ثانيا، آخر صور جوزك مش عامل عليها لايك زي ما كان بيعمل قبل كده، وده معناه إيه بقى؟ إن هو خايف يبان إن هو متفاعل على البيج عندها عشان ما يتقفش. بصي بقى يا حبيبتي، بصي بقى كده وركزي، دوري في كل الصور صورة صورة. بصي في انعكاس أي حاجة، انعكاس نضارة، مفاتيح، موبايل، حاجة محطوطة على الترابيزة. دوري بس كده وفتحي عينيكي وركزي. يا نهار اسود، ايه؟ دي ساره. سارة؟ عرفتي ازاي؟ الميداليه دي انا شفتها مع امجد، ولما كنت سالته قبل كده قال لي ان واحد صاحبه هو اللي اداها له. إذن حانت ساعة الانتقام،
لا، لما اعرف الاول علاقتهم وصلت لفين. طب يا جماعه هستأذن انا بقى عشان عندي لا لا ميعاد. لا استني بس استني معلش خليكي قاعده. استني لما نحط الخطه. ايه يا حبيبي، هو انت هتفضل كده قاعد طول النهار يعني في البيت ولا ايه؟ غالبا مش هنزل. اشمعنى؟ اصل النهارده الجمعه وانا متعوده يعني ان انت لما بتبقى اجازه بتنزل. طب مش عايز تنزل مثلا تشم هوا او اي حاجه؟ انت اللي عايزاني انزل؟ انت كويسه؟ اصل النهارده الجمعه. ما انا عارف ان النهارده الجمعه، انا صليت الجمعه. ما انا عارفه، بس اصل انا كنت ناويه يعني ان انا اروق البيت وانضف وكده، ومش عايزه ابقى عامله لك ازعاج. مش وقته الصراحه، انا عايز اشرب قهوتي واقعد اتفرج على التلفزيون واريح دماغي. يا بنتي انت لو قصدك تطفشيني مش هتعملي كده. لا يا حبيبي ما اقدرش. انا اقدر برضه اطفشك، انا بس ورايا تنظيف. رجلك بس كده معلش. لا انا ولا رجلي ولا ايدي. ايه ده انت نازل؟ استحمى واغور. انا مش قصدي يا حبيبي، بس انا مش عايزاك تبقى متضايق وانا بنضف. انا هعمل ايه؟ لازم انضف. بقول لكم ايه، امجد طلع يستحمى، يعني قدامه بالظبط تلت ساعه وينزل. اجهزوا. انا هربانه هنا عشان هلا في البيت، ولو قعدت في البيت مش هبطل تفكير، عايزه اسحل نفسي في الشغل وخلاص. بتفكري في ايه بقى؟ في حسين؟ وحشك؟ مش عارفه، بس انا مستغربه الوضع من غيره قوي. هو قاعد مستني ردي، وانا بصراحه دماغي مش بتبطل تفكير. مشكله لو انا فكرت بالعقل الموضوع ده لازم ينتهي، بس لما برجع افكر تاني ما انا لو سبته هبقى لوحدي، وانا مش عارفه اعمل ايه. بتحبيه؟ هو احسن حاجه مهمه بالنسبه لي، انا مش هنكر ده، بس انا مبقتش مبسوطه معاه. انا خايفه اسيبه، خايفه اسيبه عشان حاسه ان انا هبقى زي العيله اللي اتسابت لوحدها. انا تايهه ومش عارفه اعمل ايه. بس انتي مش عيالة، انتي ست ناضجة وناجحة ومهمة، ولو انتي عايزة تسيبيها تقدري تسيبيها. عيالة ايه بس؟ امال انا ايه؟ طب سيبك مني بقى، انتي هربانه من ايه؟ هربانة من البص في وش امجد. مش عارفة لا اقعد معاه ولا اتعامل معاه بشكل طبيعي. كل ما ابص في وشه ابتدي افكر، هو ازاي قدر يعمل معايا كده؟ هو ازاي انا هونت عليه؟ هو ازاي انا اصلا هقدر اعيش حياتي من غيره؟ انتي بتقولي على نفسك عيلة؟ انا ما اعرفش حاجه في الدنيا خالص غير امجد. هو اللي بيعمل لي كل حاجه، هو اللي معلمني اصلا كل حاجه، هو اللي بيحل لي مشاكلي. انا هربانه عشان خايفه من نفسي، لحسن الاقيني بجري عليه عشان احكي له مشكلتي عشان هو اللي يحلها لي. لا لا لا، عشان خاطري اهدي، عشان خاطري. والله انا هلا تستاهلي كل حاجه حلوه في الدنيا، والله هو اللي خسران، والله عشان خاطري. انا عازماكم النهارده عندي عشان اعرفكم على كارمن الجديده. وانت عازمانا كلنا على ده بس؟ هو انا ينفع اكل معاه عيش عشان اشبع؟
وهي كارمن الجديده دي خلاص بقت بتاكل الاكل ني؟ تغيير ايه الهم ده يا اختي؟ وهو خلاص يعني مع التغيير لغوا الطبخ؟ ني، ما اسموش ني على فكره. السوشي ده اكل راقي جدا وغالي كمان. طبعا غالي، دي مهمه يا استاذه هاله. طيب يا جماعه، طيب انا عايزه اعرفكم بقى على كارمن الجديده اللي بتعرف تتخطى وبتتاقلم، وجايه بفكركم وبفكر نفسي ان مهما كانت الخساره 100% بتتعوض. شكلك كده قريتي كلمتين في الكتاب وناويه تطبقيهم وتقرفينا. مش الكلام ده مكتوب في كتاب يا هاله؟ هي مش قريتهم يبقوا مكتوبين. برافو عليكي يا كارمن، انا بجد فخوره بيكي وبشجعك من كل قلبي. بس يا رب ما تطلعيش عيله زي جماعه اعرفهم. على فكره انا كمان بشجعك جدا جدا، بس معلش بقى اعذريني، المره الجايه ان شاء الله مش هقدر اكل من الاكل ده. خلاص مش مشكله، انا هاكل مكانها هنا. وانا كمان. هما كانوا الكفته والكباب اثروا معاكي في ايه عشان تتخطي بالسوشي؟ طب انا كمان يوسف سابني لوحدي وسافر وعايزه اتخطى ومش بحب السوشي، اتخطى احزاني بايه؟ خلاص هعزمكم المره الجايه على كباب وكفته عند ابو سيد. بقول لكم ايه، تفتكر كل ده دقر ما وصلش لحاجه؟ كنت فين؟ كنت في ميتنج. هو في ايه؟ انا عايزه الحقيقه مش الكذب. كدب؟ كذب وخيانه وعيشه كلها غش، ما فيهاش حاجه واحده بس حقيقيه. تحب اقول لك كنت فين؟ كنت في الكافيه قاعد مع ساره، عمال احب فيها وتبوس في ايدها وتدلعها، لكن انا كل اللي باخده منك. نهله انت اتغيرتي ليه؟ نهله انت محتاجه تبعدي عن صحابك، علاقتك بيهم اثرت على البيت. نهله انت بقيتي غريبه قوي. طب وهي الخيانه ايه؟ مش حاجه غريبه ومقرفه كمان؟ انا مش عارف خيانه اللي انت بتتكلمي عنها. انت اكيد يعني اكيد ايه؟ اكيد ايه؟ ما بشوفش. هتكدب عيني كمان؟ انا شفت كل حاجه وعرفت كل حاجه. وانا ما اعرفش انا عملت كده ازاي. انا اسف. دلوقتي ما تعرفش انت عملت كده ازاي، واسف. وطبعا اسف عشان انا عرفت، بس انا لو ما كنتش عرفت كان زمانك موقفني قدامك دلوقتي وبتديني درس ازاي ابقى ست كويسه وخلي بالي من البيت. مش كده؟ طب خليني افهمك. فهمني فهمني عشان ست غبيه محتاجه افهم. انا اللي محتاجه افهمه بجد. انت ازاي قدرت تعمل فيا كده؟ ازاي نهنت عليك يا امجد؟ ازاي حطيت واحده تانية مكاني؟ ازاي نهنت عليك؟ انا كنت بعمل كل حاجه عشان احافظ على البيت ده واصونه، عشان احببك في البيت ده، عشان احببك فيا وفي قعدتي. فاللي انا محتاجه دلوقتي افهمه، طالما يعني انت عايز تشرح لي قوي كده، اشرح لي حاجه واحده بس. ازاي قدرت تحب واحده غيري؟ وازاي قدرت تلمس واحده غيري؟ انا ما كنتش بعمل اي حاجه غيرك. انا كنت حاطه حياتي كلها تحت رجليك، لا تحت جزمتك. ازاي؟ عشان كده كلمتك وقلت اعدي عليكي. امجد ما نامش طول الليل ومصحيني من بدري جدا. انا مش فاهمه بس ايه اللي حصل لده كله. والله مش عارفه. طب ما تسالي صاحبتك اسهل. صاحبتي مين؟ ساره، مرات اخوك الجديده. ايه؟ ساره مرات اخويا مين؟ بصي يا هانيا، فيلم انك مش عارفه ومش فاهمه ده انا عندي طاقه له ولا قادره اتحمله. وبعدين ما انت اخوكي كان بعيد عنك، ما قالكيش يعني؟ والله العظيم ما قال لي اي حاجه.
كل اللي فهمته منه ان هو عامل مصيبه كبيره. واديكي يا ستي عرفتي، واكيد كنت عارفه. يعني انت ما كنتيش تعرفي ان هي موجوده هنا في مصر وما سافرتش؟ ولا عادي بتضحكي عليا زي ما اخوكي ضحك عليا؟ ما انا عادي، ما انا لا قابله. لا هي كمان قالت لي انها مسافره. انت متخيله ان انا ممكن اعرف موضوع زي ده واسكت وكمان اشارك فيه؟ مش فارق معايا، مش فارق معايا. انا اللي فارق معايا دلوقتي بعد اذنك تقولي لاخوكي ان انا عايزه اتطلق، وده قرار نهائي. انا مش عارفه اقول لك ايه يا نهله، بجد مش عارفه اقول لك ايه. انا مصدومه فيه اكتر ما انت تتخيلي. ما تقوليليش حاجه، قولي لاخوكي بعد اذنك ان انا عايزه اتطلق، والنهارده قبل بكره. طيب قولي لي انا ممكن اساعدك ازاي؟ ومين قال ان احنا محتاجين مساعده؟ احنا كويسين ومش محتاجين حاجه من حد. شكرا. طب يا نهله انا همشي وهبقى اعدي عليكي وقت تاني تكوني هديتي شويه. امجد بقى انا ليا تصرف تاني معاه. مهم دلوقتي خلي بالك من نفسك ومن ليلى. انا عارفه انك مش عايزه تشوفي حد، بس انا مش قادره اسيبك لوحدك. اتفضلي يا دينا. بصراحه انا جوايا احساس فظيع بالذنب. وانت ذنبك ايه في اللي حصل؟ ازاي بقى؟ كل اللي جرالك ده من اليوم اللي قلتلك فيه ان مالك ما كانش مع امجد. الذنب ذنب اللي غلط يا دينا، انت مالكيش دعوه، ما انا كده كده كنت هعرف. على فكره بقى، ساره شكلها اللي بعتلك الصور عشان تعرفي علاقتهم. هلا بتقول كده. وهتفرق في ايه؟ ما انا كده كده هفضل الست الهبله اللي نايمه على ودانها لغايه ما جوزها اتجوز عليها. يعني ما بقتش نهله العاديه بس، يعني بقيت نهله العاديه الهبله. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت مالكيش ذنب، ما تلوميش نفسك. ولا الوم مين؟ الوم مين على بيتي اللي اتخرب وحياتي اللي باظت؟ وازاي انا هنت عليه؟ ازاي هنت عليه وراح يتجوز واحده بعد السنين دي كلها؟ ما هو انا اكيد ما كنتش كفايه. انا لو كنت كفايه كان هيروح لواحده تانية ليه؟ وانا بفضل افكر بقى كتير انا ايه اللي كان ناقصني عشان كده اروح لواحده تانية ومش عارفه اعرف هي ايه الحاجه، وبفضل افكر. انا والله العظيم بحاول اعرف انا ايه اللي كان ناقصني، ايه اللي انا غلطت فيه، مش عارفه. ونسي انت مالكيش ذنب في حاجه خالص. بس عشان خاطري. مش خلاص بقى يا نهله؟ انا سايبك بالك كتير قوي بتفكري. خلاص بقى نهله، انا بكلمك. وانا قراري ما اتغيرش، انا عايزه اتطلق يا امجد. طب فكري في بيتنا، انا ماليش غيركم. مالكش غيرنا؟ ليه؟ هو احنا كنا سبناك؟ انا عارف ان انا غلط، بس انا عمري ما سبتكم ولا فكرت فيها حتى. لا والله كتر خيرك. انت عمرك ما كنت قاسيه كده. قاسيه؟ ده اللي هو انا ها؟ طب انت عايزه ايه يا امجد؟ انا عايزه اتطلق، وبعد اذنك انا مش قادره على منهده. هو انا يعني عشان شريك انت بتسميها منهده؟ شريكي؟ لا والله حلوه الكلمه دي، عجبتني. وانا قلت لك ان انا هطلقها، هعمل لك كل اللي انت عايزاه. وانا ما طلبتش منك تطلقها،
ولا طلبت منك اي حاجه ولا عايزه اي حاجه منك. كل اللي انا عايزاه انك تطلقني. طلقني يا امجد. بابي وحشتني. بيبي انت كمان وحشتني قوي. انت رجعت من السفر؟ لا انا لسه ما سافرتش، انا جيت عشان اشوفك وهسافر تاني. وحشتيني قوي. انت كويسه؟ ماما عايزه تطلقي يا نهله؟ عايزه تجيبي لابوكي سكته قلبيه؟ حرام عليكي، ده الراجل تعبان، لو عرف هيموت فيها. ده انا جايه من وراه، ما قلتلوش ان انا جايه لك. الله، انت عايزه تموتيه؟ انت عرفتي ازاي؟ جوزك اتصل بيا وقال لي. وحكالك بقى هو عمل ايه؟ حكالي وندمان وبيعتذر. ايه، نعلق له المشنقه؟ انا مش عايزه منه حاجه اصلا، انا عايزه اتطلق وبس. بقول لك ايه، طول ما انا عايشه مش عايزه اسمع كلمه طلاق دي ابدا. ابقي اتطلقي لما اموت. انا مش فاهمه، هو انت عاجبك اللي حصل في بنتك ده؟ موافقه عليه يعني؟ يا حبيبتي مش موافقه، وامجد غلطان وغلطان جدا كمان، بس يعني مش لدرجه الطلاق وخراب البيت. امال لدرجه ايه؟ يعني لما يبقى كذاب وخاين واتجوز عليا المفروض استنى ايه تاني يحصل عشان اطلب الطلاق؟ يا نهله يا حبيبتي، خليكي حقانيه. جوزك بيحبك ودايما كويس معاكي، وسادد طلباتك وطلبات بيته وطلبات بنته، وبيخاف عليكي من الهوى. جرى ايه يعني لما غلط غلطه؟ الله، ما كل الرجاله بتغلط. جرى انه خدني، وجرى انه اتجوز عليا، وجرى انه اختار اكتر حاجه توجعني وتكسرني وعملها. وجاي مطاطي وبيعتذر وهيتجنن عشانك وسايق طوب الارض علينا. خلاص بقى، يبقى الست الشاطره لازم تسامحه وتحاجي على بيتها، مش تهد بيتها من اول غلطه. انا يا ستي مش ست شاطره ومش مسامحاه انا عايزه اتطلق لو سمحتي، بعد اذنك عايزه اتطلق. قلت لك مفيش طلاق، واحنا مفيش في عيلتنا طلاق. بعدين انت فاكره ان احنا هنسكت له؟ لا يا حبيبتي، ده احنا هنتشرط عليه ونطلع عينه وناخد منه اللي احنا عايزينه، بس طلاق لا. يلا قومي يلا عشان اعمل لك لقمه حلوه كده، بدل ما انت شكلك هفتان وبهتان قوي كده. وعايزاكي تروقي نفسك كده شويه عشان جوزك لما يجي يتحسر على اللي فاته. جوزي مين اللي ايه يا بنت؟ جوزك جاي هنا. الله، في ايه؟ جاي لك بالليل عشان يتكلم معاكي. انا لا عايزه اتكلم معاه ولا عايزه اشوف وشه ولا هقعد معاه. انا بقى هقعد معاه، وغوري من وشي دلوقتي. ده لعبانات، لو كان ابوكي عملها انا كنت قطمت رقبته. طب والقعده رست على ايه؟ ماما محكمه رايها ان مفيش طلاق، بس قالت له انه لازم يطلق الزفته دي. انا مش عايزاه، انا مش عايزه حتى ابص في وشه تاني. طب والنبي ما تعيطيش بقى. انا بعيط عشان حاسه ان كله بيضغط عليا، كاني مش بني ادمه. امجد عمال يضغط عليا وبيقول عادي، غلطه، ما كل الناس بتغلط ومفروض ان انا سامحه. وماما عماله تضغط عليا عشان مش مستوعبه ان بنتها ممكن تبقى مطلقه، وكمان مش هيلاني ذنب ان بابا لو حصل له حاجه. وبنتي عماله تسال ابوها فين. كله بيضغط عليا ومحدش حاسس بيا، وحتى انا مش قادره اقول انا حاسه بايه دينا. اعملي اللي انت حاساه. بصي يا نهله، انا اكيد ما اتمناش انك تطلقي وبيتك يتخرب، بس انت ادرى بنفسك. انت عقلتي اخيرا ولا ايه؟ يعني خلاص مش هتقولي رايك وتحكميه كده زي العاده؟ الله يسامحك، تصدقي انا غلطانه ان انا كلمتك اطمن عليكي. بصي يا دينا، يعني برغم هرموناتك المتغيره اللي بهدلتنا معاها، انت بجد اقرب حد ليا واكتر حد برتاح معاه في الكلام. انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. ربنا يخليكي ليا يا رب. يريح قلبك. بقول لك ايه، شكل ماما قلقت. اقفلي تصبحي على خير. كذب، هتكدب عيني كمان وخيانه. انا شفت كل حاجه وعيشه كلها غش، ما فيهاش حاجه واحده بس حقيقيه. وعرفت كل حاجه. انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي. نهله انت بتبعدي عن صحابك. انا اللي محتاجه افهمه بجد. نهله انت بقيتي غريبه قوي. ازاي قدرت تعمل فيا كده؟
انا ما كنتش بعمل اي حاجه غيرك، انا كنت حاطه حياتي كلها تحت رجليك. اتجوزتها. ايه ده؟ انت ما نمتيش ليه؟ مامي انا زعلانه من تيتا ليه يا روحي؟ عشان زعقت لبابي جامد. مامي هو بابي عمل ايه عشان كلكم زعلانين منه؟ هو ما عملش اي حاجه خالص. وبعدين عارفه انت عندك احلى اب في الدنيا، فمش مهم بقى مين زعلان منه، انا ولا تيتا ولا اي حد، مش مهم. انت بس حبيه على قد ما تقدري. طب هو هيجي امتى؟ عشان انا خايفه. تيتا بتقول مش هنعرف نعيش من غيره. احنا كده هنموت يا مامي. تعالي. لا يا روحي مش هنموت، بالعكس هنعيش وهنبقى مبسوطين قوي، وهتشوفي باباكي زي زمان، كل حاجة هتبقى أحسن من الأول. والله العظيم كل حاجة هتبقى أحسن من الأول، متخافيش، ما تقلقيش خالص. ننام؟ هترفسي؟ يلا تعالى. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ نهلة، أنا طلقت سارة وعايزك تديني فرصة تانية، وحياة ليلى بنتك لا تقعدي وتسمعيني. عشان كده داخل بعشم، فاكر انك عشان طلقت سارة كل حاجة هترجع زي الأول وأحسن كمان، صح؟ اخرج يا أمجد، أقول لك على حاجة؟ اخرج بره حياتي كلها أصلا. نهلة اللي أنت بتعمليه ده مش صح. لا 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 لا، أنا مش هسمح لك تاني تقول لي إيه الصح وإيه الغلط. كفاية بقى توجيهات لغاية كده. أنا عارفة إيه الصح وإيه الغلط وإيه اللي هيريحني. طب إيه اللي هيريحك وأنا أعمله لك؟ أتطلق. يا نهلة حاولي تفهميني بس أنا بقول لك طلقني، أنا مش فاهمة. طلقني يا أمجد، هتعيشني معاك يعني غصب عني ولا إيه؟ هو مش أنت خدت قرار ونفذته عشان تبقى مبسوط؟ ده بقى القرار هيريحني. طلقني بقول لك، طلقني. أنت طالب. ارتحتي يا نهلة؟ خلاص مشيتي اللي في دماغك واتطلقتي؟ بعد إذنك أنا مش عايزة أتكلم في حاجة دلوقتي، ممكن؟ لا مش ممكن. انا مش عارفه انت جبتي القوه دي كلها منين. ده انت ما كنتيش كده. الراجل يجيلك لحد عندك يستسمحك بعد ما طلق الست التانية ونفذ كل شروطي، وانت برضه تحكمي رايك وتصغريني قدامه وتتطلقي؟ اديكي قلتي اهو شروطك، انا ما شرطتش عليه حاجه. وبعدين مش علشان تديله كلمه مفروض ان انا انفذها. انا مش هعمل حاجه انا مش عايزاها. انا مش فاهمه انت عايزه ايه. الله، الراجل جالك لحد عندك وركع تحت رجليكي واستسمحك وانت برضه مش عايزه حاجه. يا ماما انا مشكلتي مع امجد مش انه خني بس. انا مشكلتي مع امجد انه كان دايما بيضغطني ودايما بعيد عني ويحسسني اني مقصره، واي حاجه غلط يبقى انا السبب فيها، لغايه ما كنت خلاص هتجنن. يا ماما انا كرهت نفسي علشان كنت حاسه اني دايما فاشله، وكرهت شكلي علشان انا عمري ما حسيت انه معجب بيا او اني حلوه حتى في عينيه مهما عملت، وكرهت ضعفي قدامه طول السنين اللي فاتت دي
عشان هو لما حب يختار اختار ست قوية مش ضعيفة وهبلة زيي. وبعدين أنا أصلا بحكي لك إيه؟ أنت عمرك ما هتحسي بيا ولا تفهميني، ومش بعيد كمان تغضبي عليا وتبعدي عني أنت كمان عشان ما عملتلكيش اللي أنت عايزاه. عارفة ليه؟ عشان أنت طول عمرك كان حبك ليا مشروط بتعطي ليكي. ماشي يا نهلة، مش خلاص اتطلقتي وعملتي اللي انت عايزاه؟ يلا لمي هدومك انت وبنتك ليلى وتعالوا عشان تسافروا معايا. انا خلاص ما عنديش اجازات ولازم ارجع. احنا مش هنروح في حتة. يعني ايه مش هتروحوا في حتة؟ يعني حضرتك سافري وروحي شوفي حياتك وشغلك وما تعطليش نفسك علينا، وسيبينا احنا بس في حياتنا. اسيبك؟ هو انت تعرفي تشيلي مسؤولية نفسك لما عايزة تشيلي مسؤولية ليلى بنتك كمان؟ انا هعرف يا ماما، انا هعرف. كفايه بقى تقليل مني. انا عشت حياتي كلها بتقتلوا فيا اي شجاعه واي طموح بحجه اني عيله هبله مش هعرف اعمل حاجه لوحدي. بس انا هعرف، انا والله حاسه اني هعرف. انا هعرف خلي بالي من بنتي ومن بيتي وكفيهم. انا هعرف وهتشوفي وهثبت لكم ان انتوا كلكم كنتوا غلط وانا اللي صح. يا مامي هي فين النضاره الجديده؟ هو بابي لسه ما جابهاش؟ لا معلش يا حبيبتي، هبقى انا اجيبها لك. لا كده مينفعش، انا عينيا بتوجعني من الميه والكابتن قال لازم نضاره جديده. خلاص كلمي بابي بقى يجيبها. خلاص يا ليلى، قلت ابقى اجيبها لك. خلاص مش هروح التمرين لغايه ما تجيبها لي. مين يا ام خميس؟ اهلا يا ست دينا، دي الدكتوره دينا. عامله ايه يا حبيبتي؟ زفت والحمد لله. ليه في ايه؟ امجد كان المفروض يجيب لليلى نضاره عشان تمرين السباحه. طبعا مع كل اللي حصل نسي يجيبها، وهي بقى اتضايقت واتعصبت وقالت انها مش رايحه التمرين. معلش ما تزعليش نفسك، ما انت برضه بتعملي كل حاجه بنفسك، المفروض تطلبي منه، هو ده حقك. دينا ايه؟ ليلى حاسه اني مش كفايه. بطلي بقى تقولي كده، احساسك طول الوقت انك انت مش كفايه هو اللي وصلك لكده، وهو اللي خلى امجد يعمل فيكي كده. انت كفايه وتقدري تعملي كل حاجه لوحدك من غير اي حد. تفتكري هقدر؟ طبعا تقدري. هدخل اجيب لك الاكل اللي عندي. تضربي البيبي كده؟ اكيد جعانه يعني. لا والبجح عمل نفسه هو اللي مقموص وساب البيت ومشي قبل ما فيش غلي فيه. هيرجع وهتفشي غلك فيه، تلاقيه رامي بلاء على واحد من صحابه هيزهق منه ويمشيه. طب ما تكلميه وخليه يجيلك. قافل موبايله. وانت يا ست نهى بقالك كتير ما بتجيش ليه؟ مسحوله والله، لا يمكن تتخيلي السحله اللي انا فيها. اصل انا بعمل كل حاجه لوحدي، مش عايزه يعني اطلب حاجه من امجد، بس هو دايما يعني بيعرض عليا المساعده. بيتمحك. لا يا بوسينة ركزي، ده مش زين، ده جوزها ابو بنتها، يعني لازم يبقى فيه مشاركه بينهم عشان خاطر البنت. وبعدين انت لازم تعوديه يتحمل المسؤوليه، انت مهما عملتي لوحدك مش هتقدري. اطلبي منه على فكره، ده حقك وحق بنتك. ازيكم يا بنات؟ ايه مالك؟ النهارده عملت حركه ملهاش اي 30 لازمه بصراحه. انضمي يا اختي انضمي لجروب المتنيلين. عملتي ايه؟ هاجمت عمر عشان بيديني شغل مهم، وقلت له انت بتعمل كده عشان خاطر حسين مش موجود. وبعدين اتحرك طبعا وقال لي لا احنا اصحاب وانا بعمل كده عشان اساعدك تخرجي من اللي انت فيه مش اكتر. شكلي كان زفت قوي، من كتر الاحراج خدت اذن ومشيت. ولا احراج ولا حاجه، هو طبيعي انه يدافع عن نفسه. امال هيقول لك هو بيعمل كده مخصوص عشان حسين؟ الله يرحمه. طب انا محضره لها كل حاجه يعني، بس برضو لو احتاجت اي حاجه كلمني وانا اجيبها لها. لا احنا هنبقى زي الفل، صح يا لولا؟ ايوه يا بابي انت وحشتني قوي. وانت يا روح قلبي. برضو لو احتاجت حاجه تقولي والنبي وتطمني عليها. حاضر ما تقلقيش والله، يعني انت اعتبريها بقى فرصه كأنك في بريك، يعني لو نفسك في حاجه اعمليها.
طبعا انا اصلا ورايا حاجات كتير جدا وكنت مستنيه يعني الوقت اني اعملها. طيب مش هوصيك يعني، لو احتجتي حاجه اكيد هتكلميني يعني. وانا عارف دي اول مره تباتي في البيت لوحدك من غير لولا يعني. متشكره. يلا لولا. طب احضنيني طيب. لو احتجت حاجه قولي كلميني. ها يلا روحي. لا اله الا الله يا حبيبتي. خدي موبايل بابي لو في اي حاجه قولي لي. ها وانت يا بنتي ما تعرفيش تدي لنفسك وقت تتأملي فيه، تشربي فنجان قهوة. حصل ايه لما بنتك راحت تقعد مع ابوها وعمتها؟ ما حصلش حاجة. معلش يا بوسينة، واحدة واحدة على ما تتعود. انا عارفه والله ان انا والله العظيم انا هتعود، بس هو الموضوع بيبقى صعب في اوله. وبعدين مهم، انا كنت عايزه اخد رايكم في حاجه كده كانت شاغله بالي بقالي فتره. ايه في ايه؟ انا عايزه اشتغل. خير ما تعملي. احسن حاجة هتعمليها، خصوصا ليلى طول النهار في المدرسة وانتي قاعدة لوحدك. هو انا بس اكتر حاجه قلقاني يعني اني عمري ما اشتغلت، وبصراحه برضو موضوع السن، خصوصا ان دلوقتي اي حد بيشتغل يا لسه متخرج يا معاه خبره. سن ايه؟ انت لسه في عز شبابك. هي قصدها يعني ان بقالها 10 سنين تقريبا متخرجة وما اشتغلتش، فتقريبا مفيش خبرة بالنسبة لسنها. انا اعرف واحد بيضرب سيفيهات، اضرب لها سي في. ايه اللي انتي بتقوليه ده يا بوسينة؟ انا عايزه اخدك. بغض النظر يعني هنعملها ازاي، بس ده قرار صح، وانا هبقى في ظهرك لحد ما تعملي كده، ودي احسن حاجه ليكي ولبنتك. ربنا يخليكي ليا يا دودو، ربنا يخليكوا ليا انتوا الاثنين. ماشي، انا هقوم بقى اروح السوبر ماركت عشان عايزه اجيب شويه حاجات، وهبقى اكلمك عشان موضوع اميره. ماشي. باي باي. برافو عليها الصراحه، بس في عيب كنت هضرب لها سي في يعني. انا لقيتك ما جيتيش النهارده، قلقت عليكي، ونهله قالت لي لازم نيجي نطمن. انا كويسه قوي يا جماعه، بس مشغوله شويه. انا والله اكتر واحده حاسه بيكي. اوعي تكوني زعلانه على الواد ده ولا يسوى. انتوا فاكريني قاعده بقى غرقانه في دموعي ومتحسره على نفسي وكده؟ لا خالص، على فكره انا كويسه جدا. انا خدت الدرس وخفيت، ومحدش بيتعلم بالسهل. عندك حق. الف بركه يا اختي انك اتخلصتي من الكابوس ده، واقول لك هتقابلي سيد سيدو. لا خالص يا بوسينة، انا مش عايزه افكر كده خالص دلوقتي، بالعكس انا محتاجه اقعد مع نفسي شويه حلوين. طول عمري كنت بحس ان انا ما استاهلش، محتاجه ادفع لكل اللي حواليا عشان يفضلوا جنبي. ده انتي تستاهلي وتستاهلي ونص. ايوه، بس كل اللي كنت بعمله مع زين بيقول عكس كده. كنت حاسه طول الوقت ان انا لازم اجيب له واشتري له واعمل له وادفع له وادلعه وما اطلبش منه اي حاجه عشان يحبني، كاني ما استاهلش اني اتحب. بصي يا اميره، انت عندك حق، بس انت تستاهلي، وتستاهلي كل حاجه حلوه في الدنيا كمان. عشان كده لازم ابدا اقتنع ان انا استاهل كل حاجه حلوه في الدنيا. انا حتى بفكر اروح للدكتوره النفسيه اللي انت كنتي بتروحي لها. دي احسن حاجه انت ممكن تعمليها في حياتك. انت مش فاهمه موضوع العلاج النفسي ده بيفرق ازاي. فكره اصلا انك تتكلمي وتخرجي كل اللي في قلبك، وتخرجي كل الحاجات اللي عماله تشوه نفسيتك دي، هتفرق معاكي. وهتلاقي كل المشاعر الوحشه واللي قاعده بتاكلك من جواكي دي كلها بتخرج، وهتحسي بفرق. بجد؟ اصل انا مش مصدقه قوي في حكايه الطب النفسي دي. دي 1,000,000% فرق. دي اكتر حاجه ساعدتني اصلا من الاساس اني اخد موقف مع امجد، واني اثبت على قراري، واني ما ارجعش فيه او اتهز حتى بضغوطات امي اللي كانت بتعملها عليا كل يوم. شفتي؟ بيخربوا البيوت. وده اللي انت فهمتيه؟ طب ثواني هندهلك ليلى. انا كنت عايز اتكلم معاكي. طيب في ايه؟ يعني انا كنت عرفت ان انت بتدوري على شغل بابي حبيب بابي، وحشتيني يا روحي. هنخرج؟ هنخرج. اطلعي البسي كده على ما اخلص كلام مع مامي وهاخدك ونخرج. لبسك على السرير يا حبيبتي.
انا كنت جايب لك شغل. والله؟ فين؟ شركه دعايه واعلان يعني بتاعت واحد صاحبي، ومواعيدهم كويسه وفي ايام كتير هتشتغلي من البيت. انا شايفها مناسبه ليكي. كمان؟ هو فيا نهله؟ هو انا ليه حاسس ان انت بتتريقي يعني؟ لا والله انا مش بتريق، انا مستغربه اشمعنى دلوقتي يعني اللي بتساعدني اني اشتغل. ايه اللي اتغير؟ ما انت كنت على طول ضد الفكره دي. ماشي، وحسيت ان انا غلطان وبحاول اعمل لك اللي في نفسك. ما هو ده برضو اللي كان نفسي فيه زمان لما كنا مع بعض. ما ساعدتنيش ليه وقتها؟ ايه بقى اللي اتغير؟ اشمعنى دلوقتي؟ شكلك كده ما عندكش اجابه. عامه شكرا يا امجد، انا مش محتاجه مساعده. امجد، هو انت عرفت منين اني بدور على شغل؟ انا جاهزه. راح قلبي. يلا بينا حبيبي، ناكل الاول بعد كده بنلعب. ماشي؟ يلا. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. بكري ايه اللي تقفليه؟ لا طبعا ما تقفلهوش، وهو لو ظهر نبلغ عنه. ممكن يا جماعه اي حد يفهمني هو ايه اللي بيحصل؟ يا ستي هاله خلعت وما دفعتش لاسامه فلوسه. وطبعا هو هيطاردنا ويهددنا وهي ولا هيفرق معاها. الله، مش هي اشتغلت وبقى على قلبها فلوس قد كده؟ والله يا بنتي لسه كنت بقول الكلام ده. انا مش عارفه هي ما دفعتش ليه وخلصتنا. وتدفع ليه؟ ما دام لاقيه مغفلين يدفعوا لها، دي نصابه وحراميه. وبجحة بجاحة هتيجي بقى المجله عشان تعمل تقرير للبحث عن الذات. المهم انا رايي انك فعلا ما تقفليش، ولو ظهر اسامه نطلب له البوليس زي ما كارمن قالت. ايه يا نهله؟ لا نهله مش معانا خالص. هو انت كويسه؟ انا كويسه. اصل كان امجد عندي النهارده وجاب لي شغل. من امتى ان شاء الله؟ طب جماعه دي حاجه ايجابيه قوي على فكره، معنى كده انه مش هيعمل مشاكل لما تيجي تشتغلي. انا اكتر بقى حاجه قلقاني هو اصلا عارف منين ان عايزه اشتغل. انا ما قلتش لحد. تلاقي هانيا اللي قالت له، هي مش اخته. وعلى العموم انا عمري ما ارتحت لها. بونجور عليكم يا جماعه، منورين. بونجور. انا الحقيقه اما بلاقيكم متجمعين كده ببتهج، يعني اتكسف اطلب حاجه وامشي، ما ينفعش. اهلا يا استاذ كامل. هتطلب حاجه النهارده على سبيل التغيير يعني؟ طبعا القهوه بتاعتي اللي انت عارفاها. وانا اعرفها منين حضرتك؟ انت كل يوم بتيجي تبتهج وتمشي. مظبوط. حاضر. طب المهم عملت ايه مع امجد؟ قلت له لا طبعا مش هنولها له، يبقى هو كمان اللي شغلني. ده لو مش هشتغل ابدا. جدعه. ما عرفتيش بقى مين اللي طلع قال له؟ لا ما انا سالته. قال لك ايه؟ ما ردش عليا. ولا يهمك، هتلاقي 100 فرصه في موضوع التدريس ده كل شويه مدرسه تفتح جديد. على رايك البلد مليانه عيال. انا سمعت غصب عني كده من القعده يعني ان الاستاذه نهله عايزه شغل، صح؟ انا ليا صديق حبيبي كده الروح بالروح في مدارس CAA، اعتبري نفسك يعني اتعينتي عنده. وصلت النخعه ابتدت. شكرا جدا والله. طب حضرتك نهله ممكن تبعت لك السي في. ايه؟ ايوه حضرتك، اصل انا عامله يعني سي في بسيط كده بس هو ما فيهوش خبرات. لا لا لا، نو CV ايه وبتاع ايه وخبرات ايه؟ الكلام ده مش معايا، ده حبيبي الروح بالروح. اعتبري نفسك اتعينتي، الموضوع منتهي. كده الموضوع انتهى خالص. عمرك ما هتشوفي الشغل بعينك. لا هو انا اكتر حاجه بتعجبني فيه ان هو الوحيد اللي بيصدق اللي بيقوله. هي نهله فين؟ اتاخرت قوي. اصل انا عندي موضوع مهم يعني عايزه اكلمكم فيه وعايزاها تبقى موجوده. موضوع ايه؟ ما تقلقنيش. لا ما تقلقيش، خير ان شاء الله. مش هتصدقوا ايه؟ نهله كانت بتعمل انترفيو، قبلت في الشغل وهتبتدي على طول، وهنا كمان في الكومباوند. ده خبر تحفه، يستاهل احتفال. هتشتغل ايه في الكومباوند؟ طبعا انتوا مش مصدقين السرعه اللي انا وصلت بيها. احكي لنا
فورا عملتي ايه في الانترفيو؟ بصي يا ستي، انا صحيت الصبح لقيت واحد بيكلمني وبيقول لي انه من الحضانه اللي هنا في الكومباوند، وبيقول لي انه تابع مين استاذ كامل. ايه؟ وبيقول لي لو وقت حضرتك يسمح ممكن تيجي نعمل انترفيو. تخيلي بيقول لي لو وقتي انا يسمح. كامل؟ والله العظيم ده اخر واحد كنت اتخيل انه ممكن يساعدني. صحيح يودع سره فافشر خلقه. لا هو ده اخر واحد كنت اتوقع انه بيعمل حاجه غير الكلام اصلا. يا جماعه كتر خيره، المهم ان انت مبسوطه. مبسوطه؟ انا طايره من السعاده اصلا، مبسوطه قوي. الحضانه حلوه قوي ورحت الفصل اللي انا هبقى مسؤوله عنه. الله، والولاد كمان لطافه قوي، بس برضه اشقيه. معلش مبروك يا حبيبتي. ده احلى خبر سمعته من زمان. طب اميره كنتي بتقولي عايز تحكي لنا حاجه بس مستنيه نهله لما تيجي، ايه هي بقى؟ بصوا بقى، انا خدت قرار ان انا اخد خطوه في موضوع الخلفه ده. زين تاني يا اميره؟ زين ايه بس يا بوسين؟ ايه اللي جاب سيره زين دلوقتي؟ ما هو انت لو تسمعيني من غير ما تقاطعيني هتفهمي. خلاص كملي يا اميره، احنا سامعينك. انا قررت اعمل تجميد بويضات عشان لما اقرر اخلف والاقي الانسان المناسب اقدر اخلف، وعشان كمان ما بقاش مضغوطه ان انا ارتبط، لان انا محتاجه وقت كتير قوي لوحدي. انا فخوره بيكي قوي يا اميره، دي احسن حاجه انت هتعمليها فعلا. واحنا كلنا معاكي حتى لو هنوديكي المستشفى، بس لازم يعني يبقى بعد الاوقات الرسميه، اصل انا امراه عامله وكده. طبعا. طب بقول لكم ايه يا جماعه، ما تيجوا نتجمع النهارده ونحتفل بقى بمناسبه نهله وامير. يا ريت والله، فكره حلوه. تيجوا نخليها بيجاما بارتي؟ لا خلوها الاسبوع الجاي، اصل انا الاسبوع ده عندي مواعيد دكاتره كتير قوي. انا حتى رايحه استلم دلوقتي التحاليل ورايحه للدكتور. ما تخافيش من اي حاجه يا امير، انا جايه معاكي. اهي شفت المسج، جهزوا نفسكم. نامي دفي نفسك دفي نفسك. ايه لسه شويه. الليمون السخن من غير ينسون، وجيت ويلسون يا استاذه بوسينه. ماشي شكرا. الف سلامه عليكي بعد الشر عنك. روحي اغسلي المواعين من عينين ام خميس. يلا خدي شربي. انا عايزه افهم، انا دلوقتي بمثل اني تعبانه، ايه لازمته الليمون السخن؟ انا ما بحبش الليمون السخن. معلش يا بص معلش يا حبيبتي، خليه هنا عشان اول ما تدخل تلاقيه في وشها تفتكر انك تعبانه بجد. ماشي؟ يعني الليمون هو اللي هيسبكها؟ ما تشربي وخلاص يا بوسينه. بوسينه حبيبتي، مالك يا حبيبتي؟ الف سلامه عليكي، في ايه؟ اللي حصل؟ شفتي اللي حصل؟ انا تعبانه قوي. تعبتي نفسك وجيتي ليه؟ انا كنت بشرب الليمون السخن وهبقى كويسه. لا حول ولا قوه الا بالله، دي كانت زي الفل الصبح والله العظيم. هو انتوا مش بعتوا الجروب قلتوا انها وقعت؟ بتشربوها ليمون سخن ليه؟ ولا في حاجه انا ما اعرفهاش انتوا مخبيينها عليا؟ لا انا وقعت وبعدين دخت وبعدين اكتشفنا ان انا عندي برد وبشرب ليمون سخن. وبعدين هي ما كانتش واكله طول اليوم. انت عارفه بقى بوسينه لما تنسى نفسها في الاكل. طب طلبتوا لها دكتور ولا لا؟ جبنا لها دكتور حالا، لسه ماشي حالا. ما قابلتيهوش بره؟ وانا كمان لازم امشي، اصلا عندي ميعاد مع الدكتوره النفسيه بتاعتي، فلازم اروح وهخلص بقى واجي لكم على طول. استني، مش انت كنت عايزه تروحي للدكتوره النفسيه بتاعتها؟ خديها معاكي. يا ما حسن صدف، روحي معايا. لا مش مشكله، انا ممكن احجز ميعاد يكون مناسب ليا اكتر في اي وقت تاني، اي يوم تاني، يعني مش مشكله. وليه تشوفي ميعاد تاني؟ انت ممكن تروحي معادي على فكره، انا مش مستعجله خالص، وانا هبقى اكلمهم اخد ميعاد تاني. كويس. انتي تروحي للدكتوره وتخلصي الجلسه النفسيه وتيجي بالليل نتقابل في البيكري. ما نتقابلش في البيكري. بيكري ايه؟ هو انت مش تعبانه والمفروض انك ترتاحي؟ انا تعبانه قوي، بس فركه. انا فركه وبحب الفرك. قافله البيكري طول النهار، بالليل افرك بقى شويه، وبعدين اكل العيش. لازم الواحد يشتغل. انت مين؟ مين يا شعبان؟ شعبان؟ مين حضرتك؟ انا جوز الست هانم اللي بتقول لك مين يا شعبان. ده بيقولوا انه جوز حضرتك يا استاذه. طب انا جايه. طب خلاص روح انت كمل شغل. تأمري يا استاذ. ايه اللي جابك يا امجد؟ ليلى مش هنا، انا وديتها تمرين وشويه اروح اجيبها. ما انا عارف، انا قلت اجي اقول لك يعني ان انا هجيبها من التمرين. انا عارف بقيتي بترجعي من الشغل تعبان.
لا انا ولا تعبانه ولا حاجه، انا زي الفل، انا هروح اجيبها. معلش بقى مش عارفه اقولك تدخل، السباكه عندي ضربه وشعبان كتر خيره بيحاول يصلحها. لا الف سلامه. طيب بس ما ينفعش يعني يبقى عندك صنايعيه وما تكلمنيش اجي اقف معاهم؟ لا 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 عادي ينفع، ما انا واقفه معاهم. عامه ميرسي. ماشي، لو احتجت حاجه بكلميني يعني. شكرا. شعبان افطر الاول قبل ما تشتغل. تجدهي انت وشعبان في يوم واحد. انا لسه راجعه، وعلى قد ما اجراءات التبني صعبه وطويله، على قد ما انا حاسه ان الموضوع يستاهل. انا قلبي حاسس ان ربنا هيسهل لك. تخيلي بتوفري لطفل حياة هادية ومريحة وبتديله كل الحب والحنان اللي هو محتاجه. هو في أحلى من كده في الدنيا؟ انا مش عارفه ازاي الفكره ما خطرتش على بالي، مع ان انتي قلت لنا قبل كده ان انتي فتحتي حسين في الموضوع ده. الله يرحمه. الله يرحمه. طيب بصي بقى، لو احتجتي أي حاجة قولي لي، وأنا هبعت لك كل المحامين اللي هيخلصوا لك الإجراءات دي، وأنا كده كده معاكي خطوة بخطوة، فما تقلقيش. ايوه يا كارمن وحياتك لحسن من كتر ما طلبوا مني اوراق وحاجات وتفاصيل حسيت ان انا تايهه تماما. هتخلص ان شاء الله. يا رب. ازيكم يا بنات؟ اهلا اهلا. جري كرسي واقعدي. لا انا مستعجله، لازم اروح اجيب ليلى من التمرين، بس جاي عشان اقول لكم النهارده امجد اتحرق دمه حته الدين حرقه. اللي حصل؟ احكي لنا. بص يا ستي، جه البيت والسباك هو اللي فتح له، وفجاه كأن في دخان بيخرج من ودان امجد، وقال لي نهله ادخلي جوه، ما ينفعش تبقي واقفه كده يعني، ما يصحش. انت اللي دي حلوه قوي. وانتي قلتي له ايه؟ قلت له هو ايه ده اللي ادخل جوه؟ انا اللي هقف مع الراجل، يعني ايه ما يصحش؟ برافو عليك برافو عليك. بس يا ستي، ونزل من البيت قفاه يقمر عيش. برافو عليكي. المهم انا لازم امشي، انا بيجامتي جاهزه وجايه لكم. باي باي. واحنا كده قتلناه؟ يعني هنخش السجن؟ لا لا لا. طب وبنتي مين اللي هيربيها؟ اهدي شويه يا نهله عشان نعرف نفكر. نفكر في ايه والسجن ايه؟ هو احنا لمسناه؟ احنا لازم نبلغ، دي مصيبه. يا سلام، والبوليس بقى هيصدقنا، ما هي لابسانا يا جماعه. انا كده هولد في السجن. هو الرضيع بيقعد مع امه قد ايه؟ 2 سنين؟ يا حبيبي يا ابني هيتولد في السجن. احنا عيالنا هيتبهدلوا. عارفه ليه؟ عشان امهاتهم هيبقوا سوابق. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، انتوا تقولوا لبنتي اني مت، انا مش عايزاها تطلع في الدنيا معقده. ايه الجنان اللي بتقولوه انتوا الاثنين ده؟ اهدي يا نهله من فضلك علشان نعرف نفكر. ان شاء الله انت اللي هتربي بنتك. دلوقتي في عندنا جثه وقتيل، يبقى ايه؟ يبقى لازم نركز. يا جماعه لازم نبلغ، كل دقيقه بتعدي فيها مسؤوليه علينا. انتي مستعجله ليه على اننا نروح في داهيه؟ ما تستني لما نهدى يمكن نلاقي حل. انا ايه اللي كان لمني عليكم؟ دي كانت معرفه سودة. وده وقته دلوقتي، وقت ندب دلوقتي. طب انا عندي فكره، احنا نرميه في اي حته ويبقى مسؤوليه اي حد مش احنا. لا طبعا ما ينفعش نعمل كده الا لما نتاكد ان مفيش اي حاجه تربطنا بيه. يعني حد عارف مثلا انه جاي لنا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، هو احنا نقتل كمان اللي عارفين؟ لا يا بنتي لا، انا فاهمه دينا قصدها ايه. قصدها يعني ما ينفعش نرميه في حته، فحد تاني ممكن يلاقيه، ولما يلاقوه بقى يعملوا تحقيقات ونيابه وحاجات كده، فيعرفوا ان هو كان عندنا هنا. ايوه، يبقى احنا لازم نتخلص من الجثه بس ما نرميهاش في نفس الوقت. مش مصدقه والله اللي بيتقال. طب ما تيجي نقطعه ونحطه في اكياس سودا بالمره. انا اقصد ان احنا نخبي الجثه مش نرميها. انا مش هسكت، انا هبلغ البوليس دلوقتي. استني، انا عايزاكي في كلمتين على جنب. تعالي عايزاكي في كلمتين على جنب. مش هتعرفوا تقنعوني، انا همشيها قانوني وهبلغ وهطلب البوليس دلوقتي. طبعا فكوكوا بقى من الشغل اللي انتوا بتعملوه ده. ايه ده؟ بصي افتحوا كده جريمتين، خطف وقتل. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، بس يا نهله يخرب عقلي تسكتي شويه. اتفضلي. شكرا. سيبي دي بتاعتي. اهلا يا لولي، وحشتيني. خدي يا حبيبتي اقعدي جوه. مالك يا نهله؟ في ايه يا نهله مالك؟ اي حد يديني اي حاجه للصداع على دماغي هتتفرتك. يمكن ما كلتيش، اعمل لك حاجه تاكليها؟ انت بتعملها حاجه تاكلها ازاي والتلاجه بايظه؟ ما تبطلي الاستظراف اللي انت فيه ده يا كارمن. لا ما انا لازم اعرف الجثه فين.
قصدي فين العجينه؟ العجينه. انت يهمك تعرفي العجينه فين ليه؟ عشان تروحي تقولي مش كده؟ وهو يعني ما حبكش يا جماعه نتكلم على العجينه غير دلوقتي وهنا؟ اسكتي، ما انت ما تعرفيش حاجه. ايه؟ هي العجينه طلع لها قرايب؟ يا نصيبتي السودا. لا اهدي ما فيش حاجه حصلت. عاجبك كده؟ انا مش قلت لكم ما حدش يقول لها؟ ما احنا لسه ما حدش فينا يعرف حاجه. اهمدي بقى. يعني العجينه ما طلعلهاش قرايب؟ الحمد لله. الستر من عندك يا رب. انا ما نمتش طول الليل، عماله افكر في حلول ما توديناش في داهيه. قصدي ما توديناش الفرن، بس مش لاقيه. صحيح. ايه؟ ممكن نحطها في الفرن. نحطها في الفرن ونولع عليها ونخلص منها، ولا لا. شاف ولا من داري. ثواني بس ثواني، وضحي قصدك ايه بالفرن هنا؟ يعني احنا فعلا ممكن نحطها في الفرن ونولع عليها ونخلص بقى من الموضوع ده، ولا من شاف ولا من داري. طب ما نحط العجينه على الشوايه ونهوي عليها احسن يعني. ماشي، ممكن برضه. لا انت اتجننتي. بقول لك ايه، انت ما تفكريش، اسكتي انت. انتوا كلكم تسكتوا، كفايه بقى هجوم في بعض. انا عندي فكره جديده خالص. احنا ننام على الموضوع. اهم حاجه احنا هنا بنعمل ايه يا جماعه؟ ما هي الكهرباء لازم ترجع قبل ما نروح في داهيه. ما ده بقى عقاب ربنا، هو اللي بيسبب الاسباب عشان نتكشف. معروفه. انت معانا ولا علينا ولا ايه حكايتك؟ يا جماعه الحكايه مش ناقصه توتر، احنا محتاجين نهدى عشان نعرف نفكر. هو انا كلمت صيانه الكومباوند وهم قالوا لي هيبقوا يصلحوا الكهرباء، بس احنا لازم نشتري تلج. انا عرفت انتوا مخبيين الراجل فين. راجل مين اللي انتوا مخبيين؟ ما هي ناقصه. مالك؟ انت ايه اللي جابك؟ انت ما ينفعش تبقى هنا، لازم تمشي. ما ينفعش احنا الاثنين نبقى هنا، لازم حد يربي الولد. يا بجحتك، راجل مين اللي هنا؟ لا الحكايه مش ناقصه غباء خالص. انتوا معاكوا راجل هنا؟ معانا. اديك سمعت بنفسك اهو، الاعتراف سيد الادله. معاهم راجل. لا والله. بقول لك ايه يا هانم، انا ماسك نفسي بالعافيه. يا بجحتك. هقول لك ابوس ايديكم حد يشوف حل للكهرباء وارجعوا اتخانقوا تاني زي ما انتوا عايزين. كهربت ايه وزفت ايه؟ الهانم مسربه بنتها عشان تنزل تقابل راجل؟ لا والله لا. عادي، انا ست سنجل وحره واعمل بقى اللي انا عايزاه. لا انت كده بتكبري الموضوع، بلاش هبل. طب هي سنجل، انت ايه بقى؟ راجل مين يا هانم وايه علاقته بابننا مناويش؟ يا نهار اسود، مناويش مش ابني؟ مالك؟ انت بتشك فيا؟ يا لهوي هنتعدم ودول جايين يقيموا العلاقه. بقول لكم ايه بقى عشان انا مش ناقصه عبط. انا هريحكم، احنا قتلنا راجل وخبينا هو عربيته. ارتحتوا بقى؟ ليه عملتي كده؟ انت مفيش فايده فيكي؟ يعني لما تورطيهم معانا دلوقتي مين اللي هيربي الولاد لما نتعدم؟ انتوا بتهزروا صح؟ لا ما بنهزرش، احنا فعلا قتلنا الخط. وكويس قوي ان انتوا جيتوا. ورونا شطارتكم بقى واقعدوا بقى عشان احكي لكم الحكايه من اول، يمكن في الاخر يبقى لكم اي لازمه وتلاقوا لنا حل. عندي الحل. صباح الفل. خد يا ام سمير. يخرب بيت اللي يزعلكوا، فلقتوا دماغي. تمام كده؟ اخر تمام. انا عمري ما كنت تمام قد اللحظه دي. بس انا في حاجه حاسه ان انا محتاجه افتكرها ونسيها، ومش فاكره هي ايه الحاجه اللي انا المفروض افتكرها. ماشي يلا. فكرتوني بذكريات حلوه قوي. لا دينا، انت حامل، ما ينفعش تاخدي نفس. لا انا دكتوره وبقول ان الحامل بتاخد نفس عادي. انت بتاعتي ايه ده؟ فكرتوني بذكريات حلوه. الله. ذكريات ايه؟ مش فاكره.
انتوا جايين في ايه يا عروسه منك ليها؟ قتلنا واحد يا مسامير. قتلتوا واحد؟ وخبيناه في الثلاجه. مش لو كنا دلوقتي عملنا صينية بطاطس باللحم كنا الله. خلصنا من الموضوع ده. بوسينة حمته في الدقيق وكانت عايزه تعمله بانيه. طب يعني ليه؟ ما فكرتيش بس تعملي كفته رز؟ الله انا نفسي في كفته رز. الله الله. بنتي يا فوقي، اقسم بالله انت لو دقتي كفتة الرز بتاعتي لا تكتبي عليا بكره. ام سمير النهله مش بتعرف تطبخ، طبخها وحش قوي، بتعمل محشي وحش. انا يا بص ده انا اقسم بالله عليا محشي لو كلتيها تكتبي عليا بكره انا بكره بعد بكره. وقال انا اللي كنت فاكره ان انا جبت التايهه، اصل انا كسرت اسنان جوزي وخليته اهدى عشان ما يتجوزش عليا. بس ايه، انتوا معلمين. حبيبتي اطلعي غيري واغسلي ايديك وتعالي، بابا جايب لنا اكل. ناقصك حاجه تانية كده؟ انت كل حاجه تمام؟ لا شكرا. ماشي. طب انا كنت عايزه بس يعني اشكرك على كل حاجه وعلى وقفتك جنبي في الموقف ده. تشكريني على ايه يعني؟ انا مهما حصل بينا هفضل ظهرك وسندك، لو مش عشان العشره يعني عشان ام بنتي. وكفايه جدعنتك معايا السنين اللي فاتت، استحملتيني بصراحه. وبعدين يعني لو مش عشان كل ده كفايه ان انت نهله، اقرب حد ليا في حياتي. طب خلاص بقى ما تستغلش الفرصه وتزيد. ما انا اموت في الزياطه انت عارف. انت هتقول لي؟ لا بجد انا عايزك تبقي عارفه ان انا محترم قرارك وفخور بيكي، فخور بكل حاجه بتعمليها، ونفسي اشوفك اسعد واحده في الدنيا عشان هو ده اللي انت تستاهليه. بجد؟ اقصد يعني متشكره. متشكره. ماشي، هبقى اجي اخد ليلى في الويك اند، لو احتجت اي حاجه بكلميني يعني. كفاره يا زميلي. ايه يا نهله خلصتي؟ لولا جعانه قوي. خلاص ثواني واخلص. ما شاء الله، راجعه من شغلك بتطبخي وبيتك متوضب وزي الفل، وكمان ايه تلاجتك مش ناقصها اي حاجه. ما انا بوضب كل حاجه قبل ما بنزل الصبح. انا كنت خايفه لا تلوصي، كنت فاكره انك مش هتعرفي تتصرفي لوحدك من غير راجل، قلت دي بتعند زي العيال من حرقتها، لكن انت بقى طلعتي اكبر واقوى من كل اللي انا كنت فاكراه. احنا يا بنتي اتربينا على ان الست لا حول ولا قوه ليها من غير راجل جنبها. انت اللي بتقولي كده يا ماما؟ ما انا كنت دايما شايفاك انت اللي شايله كل حاجه، انت اللي شايله الدنيا كلها والبيت والشغل، ده حتى لما بابا تعب انت اللي شلتيه. ما انا يا حبيبتي كنت بربيكي عشان مش عايزاكي تتعبي زيي، كان نفسي يبقى ليكي راجل يحبك ويحافظ عليكي ويدلعك كمان. ولما الراجل ده يروح لواحده تانية ولا يحب ولا يتجوز ولا يتنيل ب60 نيل نعمل ايه؟ نحط بقى ايدينا على خدنا ونلوس. عشان كده انا فخوره بيكي جدا. انا قلت نهله دي خايبه يومين وهبص الاقيها جايالي، لكن انت بقى طلعتي مش خايبه ولا حاجه، بالعكس ده انت خدتي بالك من حياتك ومن بيتك ومن بنتك كمان. يا سلام. مش مصدقاني؟ طب عشان تصدقي بقى انا كلمتلك مدام عليا نظره زميلتي، بس هي في القاهره هنا، وهي هتخليكي تشتغلي في المدرسه عندها مدرسه رسم من اول السنه الجديده. بجد؟ وانت اللي جايبه لي الشغل بنفسك؟ بجد، وانا اللي جايبه لك الشغل بنفسي. لا وايه ده، انت كمان هتدرسي الحاجه اللي كان نفسك تدرسيها. بس يلا بقى جهزي ورقك كده وخلصي حالك، وعايزه ابقى فخوره بيكي، عايزاكي تبيضي وشي. انا اسفه، انا اسفه قوي يا حبيبتي ان انا كنت بقلل منك. ما تتاسفيش يا ماما، انا عارفه انك كنت بتحبيني بطريقتك، هي طريقتك دي بس يعني كانت صعبه عليا شويه وخلتني مش واثقه في نفسي قوي.
بس مش مهم، المهم ان انا لقيت نفسي وعرفت انا عايزه ايه. لا وكمان خليتك فخوره بيا. حبيبتي انا دايما فخوره بيك. بحبك قوي يا ماما. وانا كمان يا حبيبتي بحبك قوي قوي. واوعدك والله العظيم هخليكي دايما فخوره بيا. ان شاء الله يا روحي، ان شاء الله. تختي البطاطس. لسه بقول عليكي شاطره. صباح الخير، صباح اتفضلوا. النور، مبروك البراءة من ام سعيده. ميرسي قوي، عايزاكم تدوقوا وتقولوا لي رايكم. اتفضلوا. صباح الخير، اتفضلوا. وزي ما الستات الصغيرين في السن اسهل في التعامل. اتفضلوا يا جماعه. لا متشكر، شكرا ميرسي. عامله دايت. عامله دايت. ماشي. صباح الخير. اتفضلوا يا ولاد، اتفضلوا يا جماعه. صباحك فل. شكرا. اتفضلوا دوقوا بقى الحاجات الجديده يا بنات. ده احتفال بقى بالبراءه ولا دعايه للمنتجات الجديده؟ الاثنين طبعا. بتضيعيش وقت انت يا بطوس. ايوه. يعني انت هتتبني بيبي، وكارمن هتترقى، ونهله بتشتغل والحمد لله، ودينا هتولد. اقعد انا ساكته؟ زي ما بقول لك كده، الصغيرين في السن يبقوا اسهل، يبقى عندهم ثقه في نفسهم كده عن الكبار. يا سلام. انا شغلي كله مع الستات، ما انت عارفه انا بتاع ستات. الولاد، هاي حبيبتي عامله ايه؟ انا نفسي اعرف احنا بنعمل ايه هنا. بناكل حاجات حلوه. انا اتعلمت في الجواز ان الواحد كده كده لابس، انت لابس تستمتع. كل وانت ساكت، كل ما شاء الله. كل وانت ساكت. جاي الزمن اللي انت اللي تنصحني فيه. شوف الدنيا ماشي يا عم، يكشم نور الرضا. بكلم يوسف وتايا، قولوا لهم هاي. هاي يا روحي، دول راجعين من الجامعه. هاي ازيك يا روحي؟ الحمد لله كويسين. خلي بالك منها. وحشتني قوي قوي قوي. يخلي باله من مين؟ تايا تخلي بالها من 10 زي يوسف ده. تايا حياتي، خلي بالك انت من نفسك. لاف يو. هاي. هو انت جايبنا هنا ليه؟ هما يعني عازميننا؟ امال جاي اعمل ريفيو يا بنت؟ قلت لك انا مش محتاجه عزومه، انا صاحب بيت. خدي كل. عايزه من السندوتش ده. خدي. انا شايفه قراص التراب دي الكيلو ب 500 جنيه. ايه؟ ان شاء الله. كلي طب بقى على قد هاتي. ما تقدري. كلي. خدي. حطيه هنا الشنطه. خدي من ده كمان. هات من ده. يو بقى الاستاذ كامل ورزالته. بونجور عليكم كلكم، منورين. الحقيقه ما بشوفكم متجمعين بنبتهج. انا عندي ليكم خبر بقى جديد، فيري نيو. ايه؟ هتتعلم مصارعه؟ نو 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 نو، اكتر بكتير بكتير بكتير. انا خطبت. الف مبروك. ولا تلاقيه خطب ولا حاجه، ده مين ترضى بيه؟ هو بس بيقول كده، فاكر نفسه هيغيظني. انا طبعا مش هتغاظ ابدا. ولا تعملي حاجه. المفاجاه بقى، ماي لاف. هاي. هاي كده. انت تعالي تعالي. هو انت بعد السهتانه دي كلها ما تلاقيش غير كامل؟ اسكتي، ده طلع اغلى من ابو هشيمه بس مبكر. انت لحقتي جبتي عليه امتى ده؟ يا هلا هتغلب يعني انت كمان. طب والنبي يا شيخه بالله عليك، قبل ما تقشطي الراجل بس في اللي قدامه واللي وراه، فلوس الصيانه اللي متاخره يا ريت يدفعها بس الاول. بس ما تفوليش، دي جوازة العمر. يا جماعة احنا خلاص هنتجوز اخر الشهر وكلكم معزومين. واحلى حاجة بقى ان انا هاجي اعيش معاكم هنا في الكومباوند، وهنبقى مع بعض على طول. يا بختنا. من سوء حظنا. وبجد بجد مش عارفة اشكركم ازاي، انا من غيركم ما كنتش هعرف اقابل فتى احلامي. حاج احلامك. مبروك. ربنا يتمم لكم بخير. وقولي له ياخد باله منك. وقولي له ياخد باله منك زي ما حنين، انا هاخد بالي منك. يا بنتي عيانه كنت باخد طب بالي يا جماعه انا مش قادره بصراحه استحمل اكتر من كده. وبعدين لازم امشي علشان عندي زوم ميتنج كمان شويه. اوكي، جود لك ان شاء الله. ثانك يو حبيبتي. اوصلك طيب؟ لا شكرا يا حبيبي، دكتور حسام هيوصلني في سكته. خليك انت مع نهله. ها؟ انا همشي بقى عشان لازم اروح العياده. طيب. ما يتاخريش، انت شايله بيبي. ها ايوه. يلا بينا. يلا باي. باي باي باي. ايه
بتشوفي انا تعبت وجعت. يا عيني حسينة لسه مصدومة عشان ضيعت من ايديها ثروة الحاج كامل. يعني هي كانت هتتجوزه عشان خاطر فلوسه؟ انا شايفه ان هي احسن حاجه تعملها انها تكتب كتاب الوصفه السحريه عشان توقعي رجاله متريشه. كيف تتزوجين مليونير؟ انا شايفه بقى ان هاله ما تكتبش خالص، هي اخرها تتجوز وبس. والله العظيم هو ده الكلام، اسمعي منها. ايه ندى كريستين ايه خلاص رجعتي هتقعدي هنا؟ لا جايه بس اخلص شويه مشاوير، بس هفضل في المنصوره. بس كنت عايزه اوريكي حاجه. ايه؟ مبروك. الله يبارك. لمين فيهم؟ ولا واحد. مفاجاه مش كده؟ طب احكي لي. بصي هو الموضوع جه بسرعه قوي، يعني عمتي كده قعدت تزن عليا شوفي عريس شوفي عريس. انا في الاول كنت مش موافقه خالص، كنت اصلا مكتئبه كده. ايوه المهم جات لي خطه، قلت يا ندوده دي فرصتك. فقررت ان انا هطلع فيه غلي كله في الرجاله، هخليه يندم ان هو قرر يتزوج، وهخليه يندم ان هو اصلا قرر يعجب ببنات. فاهماني؟ خطه انتقاميه هايله، هتتخطبي له عشان يندم. اشكرك. المهم ان بعد بقى اليوم ده في اخره كده معرفش يا دينا كده كنت مرتاحه قوي ومبسوطه. وبعدين تاني يوم بقى مامته كلمت عمتي وجولنا وقرينا فاتحه ولبسنا دبل بس شكلك مبسوط. ايوه مبسوطه. مبروك. الله يبارك فيكي. دينا ملون كام بوسه؟ عينه يا دينا عينه ملونه، ركزي معايا. عينه ملونه وشعره ذهبي. لا سو كيوت. هتفضلي طول عمرك تافهه. الحمد لله. بس بحبك برضه. وانا انا مبسوطه قوي انك مبسوطه. بس انت كنتي صح. انا اللي زيي انا لازم اخش في الجواز خبط كده بوشي، يعني ماليش خالص بقى في حوارات التظبيط والحاجات دي بعكها. المهم انا لازم امشي بقى عشان ورايا مشاوير كتير، بس كنت عايزه اشوفك. هكلمك واحكي لك كل التفاصيل. ماشي. ندى اتخطبت. محدش مهتم. سلام. باي. احلى ورق بق. ثانك يو. يا جماعه انا بشكركم وبقول لكم الف شكر ان انتوا جيتوا، بس الحفله خلصت. ميرسي. شكرا للعروسين، روحوا وسيب دي. يلا بينا يا كمولتي. يلا يا حياتي. غيرنا قوي. جماعة. باي. استنوا انتوا رايحين فين؟ في افتر بارتي وعامله لكم حاجات حلوه قوي. ماشي. ايه بتبصوا لي كده ليه؟ ما هو كان متلقح قدامي وانا ما كنتش موافقه، مفيش حاجه يعني. الله. وبعدين البت دي يا اما هتقتله يا اما هتتسبب في سجنه، والحقيقه هو يستاهل. انت حبيتيه ولا ايه؟ لا طبعا. هو بس كان بيسليني، بيأثر اليوم يعني. مناكفته كانت لذيذه وبقيت استناها كل يوم، بس طبعا ما بحبوش. ولا يهمك يا بسبس، بكره هيجيلك سيد سيدو وهينكفك اكتر منه كمان. بصوا بقى، انا عايزه اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا. احنا الكتاب ده صفحه ولازم نقفلها. عندك حق. عندك حق. ازاي نمشي ورا كتاب ونمشي ورا حد يقول لنا نعمل ايه في حياتنا؟ بس هو بصراحه ان جيتوا للحق يعني هو الكتاب ده يعني فيه حاجتين كويسين. نعم. في حاجه يعني ممكن يبقى حاجه واحده بس هي اللي كويسه. فندم هو ما فيهوش اي حاجه كويسه. صح انت أيوة. صح. نقفل الصفحه خالص. هو انتوا لسه هتقفلوها؟ يا حبيبتي انا قلت عليه بطاطس خلاص. معلش هو انا يعني ماليش عين قوي ان انا اسال يعني، بس انتوا كنتوا فاكرين ان الكتاب ده هيحل لكم مشاكلكم؟ لا هو انا اللي عاوز اسال سؤال. هو انتوا متخيلين ان في وصفه واحده سحريه للعلاقات كلها؟ يعني متخيلين ان في قانون كل الناس هتمشي عليه عشان العلاقات تبقى سويه؟ ده الناس اختلفت في الاكل، الوصفات ما عرفوش يستقروا عليها. عندك حق يا حبيبي، بس اصل احنا كنا بنفكر يعني ان احنا نسمع افكار تانية، نشوف الخبره بتاعت الناس اللي عاشت تجارب قبلينا ونتعلم منها، بدل ما نضيع وقت يعني في الخناق وكده. بس واضح ان كل واحد لازم يعيش تجربته بنفسه. اختي عليكي شاطره. طيب يا جماعه، بعد اللي مرينا بيه ده كله، تفتكروا ايه هي الوصفه السحريه للزواج الناجح؟ ان الملح يبقى مظبوط، لا ناقص ولا زياده، عشان لو ناقص هيبقى دلع، ولو زياده هيبقى طعم وحش. انك تحبي الاكل اصلا، وانك تعرفي تعمليها، وانك لما تعمليها لو طلعت وحشه ما تقوحيش وتكبري عشان جعانه وخلاص. بس على ما اعتقد لازم نختار الاكله صح من الاول، لان لو مقاديرها مش لايقه على بعض مش هتطلع حلوه مهما بقى حاولنا معاها. بس مهما كانت المقادير، اهم حاجه نحطها على نار هاديه، بس مش هاديه قوي
لحسن يحصل زي ما حصل لكامل. صح، بس برضو لازم نعرف ان في اكل لما بيبات بيبقى طعمه احلى، والاكل اللي احنا بنحبه بجد ممكن ناكل منه طول العمر وكل يوم، عمرنا بقى ما هنزهق منه ولا هنجيب مكانه اكله تيك اواي. والله يا مالك صح، وانا عن نفسي يعني مستعد اكل نفس الاكله بقيت عمري، بس انت ترضى يا عمري انت. شفتوا مفيش وصفه واحده اهي، خديني من هنا بسرعه بقى. خلاص يا حبيبي، هي غلطة ومش هنكررها تاني أبدا. مساء الخير يا مدام مساعدة. يلا بينا. الوصفة السحرية للثراء السريع للكاتب شريف نزيه. شريف نزيه ده كان زميلي في المدرسة زمان. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.